26/6/2025 زيزو في الجزيرة. زيزو يكتب التاريخ عشان ما تبقاش أول لاعب في تاريخ الزمالك ينتقل من الزمالك للأهلي انتقال حر وانتقال مباشر. طب قال لي يا معلم زيزو هيفيد الأهلي بنسبة قد إيه وهيدور الزمالك بنسبة قد إيه؟ ده كله جاي نتكلم عليه بعد انتقال زيزو من الزمالك للأهلي انتقال حر وصفقة القرن حدثت في 26/6/2025. بس انا كنت همشيه على الميت دي ومنتدى ودي حياة تقديم زيزو في الاهلي. يلا بينا. ماشي. زيزو مش اول لاعب ينتقل من الزمالك للاهلي انتقال حر وانتقال فور فري ومن غير ما الزمالك يستفاد منه باي فلوس، عشان يبقوا مقتنعين ان هم هيجددوا اللاعب دوت، عشان في اخر ثواني هوب الاهلي يخش يخطفه ومن غير اي فلوس يا معلم، والله شويه فلوس بس اللعيب والوكيل بتاعه وهوب تلاقيه في الاهلي. قبليه محمد صديق ومعتز زينو وكميه لعيبه زي صبري رحيل مثلا، كلهم راحوا من الزمالك للاهلي ببلاش، والزمالك كان مقتنع اقتناع تام ان هم هيجدد معاه. هتقول لي يا معلم والله انت مقتنع ان زيزو كان جاي له عقود؟ هقول لك الكلام ده على لسان زيزو، عشان يا معلم في اخر 6 شهور في عقده الاتفاق يعرض على زيزو 2.5 مليون دولار ان يا معلم يدفعهم للزمالك وياخد زيزو، بس الزمالك رفض. 2.5 مليون دولار انت يا معلم كنت هتحل ازمات كبيره قوي، ما توقفلكش القيد، ما توقفلكش اي حاجه يا معلم، والله كنت ممكن تحل ازمات جوه النادي، بس انت طمعت. غير عرض بقى الاتفاق جالك عرض من نيوم ب6.5 مليون دولار، وقبليهم جالك عرض من الشباب ب10 مليون، غير يا معلم في 6.5 مليون ريال سعودي بونص، وانت في الاخر انت اللي بترفض، فانت طمعت فهوب لبست. طب ليه يا معلم صفقة زيزو باستثناء أي صفقة تانية حصلت هي دي صفقة القرن ودي البوم اللي ممكن توقع الزمالك؟ صفقة زيزو يا معلم والله جت في وقت الزمالك حرفيا هو باني تاريخه كله والمجد الجاي كله او اللي بيلعب عليه كله الفترة الجاية على زيزو، وزيزو شايلهم على الاكتاف وماشي بيهم. فانت تخيل عمود ماسك بيت كامل هوب قمت جاي ماسك العمود ده قصه واخده وانت ماشي. زيزو في 8 سنين بس خلاهم يا معلم يكسبوا 2 كونفدرالية كان هو العامل الرئيسي فيهم، خلاهم يكسبوا 2 دوري كان هو العامل الرئيسي فيهم، خلاها يا معلم والله زيزو واحد من احسن اللعيبه في مصر لمده 3 سنين متتاليه في نادي هو يا معلم والله في مراحل متدنيه قوي لتاريخ النادي ده، لحته ان هم لقبوا زيزو باسطوره النادي من لاعب ما كملش 8 سنين في النادي. طب هتقول لي هل زيزو يا معلم والله اول لاعب ينتهي من الزمالك للاهلي؟ هقول لك لا يا معلم والله احنا بس اخر نهائي افريقي الزمالك لعبه في تاريخه 2020، فيا معلم والله الاهلي جايب منهم 2 لعبوا الماتش، زي امام عاشور اللي جاي من الزمالك للاهلي وزي بن شرقي اللي جاي من الزمالك للاهلي، وقبليهم كان في كهربا جاي من الزمالك للاهلي. بس زيزو هي صفقة القرن ليه؟ لحاجتين، اول حاجة اللعيبة دي هي يا معلم مشيت من الزمالك راحت احترفت او مشيت بره الدوري او ما راحتش من الزمالك للاهلي مباشرة. اللعيبة دي واحد منهم احترف من بره في اوروبا فما نجحش فراجع الاهلي، والتاني يا معلم والله راح قطر فبعد كده الاهلي قرب كاس عالم فقام جاي راجع. فيا معلم والله دول مش جايين من الزمالك مباشرة. الناحية التانية يا معلم والله أو الحاجة التانية هو إن يا معلم الزمالك كلهم أو الجهاز الفني كله، أنا فاكر في فيديو طلع لواحد جوه الزمالك أو من الجهاز الفني أو من الإدارة كان بيتكلم يا معلم والله إن زيزو خلاص رسمي هو في الزمالك، هو جدد والحوار خلص. إذا كان ميدو اللي كل الشهادة المفتوحة يا معلم اللي بعديها على طول بيجي إيقاف القيد للزمالك، ويا معلم والله مجلس الإدارة اللي مقتنع إن هو معاه شيكات مفتوحة وفلوس يقدر يبعزقها وفي الآخر يطلع منك نجم، أو يا معلم نجم الفريق الوحيد، أو يا معلم نجم من نجوم الدوري المصري في آخر 5 سنين مثلا. فيا معلم والله انت بتخسر عامل النفسية او الهزم النفسي انك انت بتقع كل مرة، وكل ما يبقى عندك نجم الاهلي بس بيجيب شوية فلوس انت متعرفش تعمل حاجة، فالعامل النفسي هو ده يا معلم اللي اكتر بكتير، دي صفقة القرن حرفيا للاهلي عشان العامل النفسي ده. قد ما انت هزمته يوم 2020 27/11 انت يا معلم والله هزمته تاني دلوقتي. زيزو في الاهلي دي حاجه تانية بقى، زيزو في الاهلي لسببين، اول سبب يا معلم هو ان زيزو بيلعب في اكتر من مركز، اذا كان بيلعب 8 اذا كان بيلعب يا معلم وينج باك اذا كان بيلعب وينج. عرضياته المميزه اللي انا بقالي كتير قوي ما شفتش حد في الاهلي بيرفع عرضيات مميزه قوي كده، فيا معلم والله زيزو هو يا معلم الاستمراريه بتاعته هتفيد قوي الاهلي. فتعدد المراكز عن زيزو
ده العامل التاني يا معلم، ان انت اي حاجه توقع الخصم بتاعك انت هتبقى مبسوط بيها. يعني انا كمدريد مثلا اي حاجه يا معلم هتوقع برشلونه هتمناها طبعا. انا كاهلي اي حاجه هتوقع الزمالك اكيد هتمناها، اي حاجه هتوقع بيراميدز اكيد هتمناها. فيا معلم والله اي حاجه هتوقع الزمالك او اي حاجه هاخدها من الزمالك فهوب هيقع انا اكيد هتمناها وهسعى ان اخدها. طيب هتقول لي يا معلم والله هو ليه تزييمة زيزو ما كانش بحجم البوتنشال اللي انا كنت حاطه؟ انا ما اتبسطتش بالتقديم، ما اتبسطتش بالفيديو، وما شفت الفيديو كنت مستني حاجه يا معلم والله احسن من كده بكتير. اذا كان بقى ديس تراك اللي كنا بنشوفها على طول، في اذا كان تقديم بن شرقي القميص اللي اتقطع ابيض وهوب بعد كده المقاس طول وعرض 85 و45 سنتي. فيا معلم الحاجات دي بتعجبني وبتعجبني كديس تراك. اصل يا معلم والله انا جايب صفقه بحجم زيزو، صفقة القرن حرفيا. فانت يا معلم والله حقي ان اخد تقديمة تليق باللاعب ده. ففي الاخر كزمالك انت طمعت فلبست، في الاخر كاهلي هو يا معلم والله شايف احسن لاعب في الدوري وقال لك اغراب كاس عالم. ودي النقطة بتاعت كاس عالم اللي كنا بنتكلم عليها في حلقة دي يا معلم، نقطة كأس عالم اللي أنا منفرد بيها لوحدي. فهوب يا معلم والله رحت جبت أحسن لاعب في الدوري عشان عندي كأس عالم، وخصوصا إن هو أهلاوي. ففي الآخر يا معلم زيزو أهلاوي، زيزو في الأهلي، زيزو بيكتب التاريخ، زيزو في الجزيرة، زيزو في كأس العالم، زيزو في أمريكا، زيزو في ميامي، زيزو أول ماتش ليه قدام إنتر ميامي وقدام ميسي بعد ما كان حلمه إنه يلعب قدام دونجا وجنب شيكابالا. بس كان مش بعد ماجد دي ومنتدى، ودي حلقة زيزو في الأهلي بيكتب التاريخ.